أهلا، أنا جيت من السعودية تحديدا من الرياض. عندي زيارة لترميم الأنف مع الدكتور طارق زايد. بصراحة تجربتي كانت جدا رائعة، وراح أدخل الحين عند العمليات. هذه أول مرة أسويها مع الدكتور جدا سلس في التعامل. أنا ارتحت كثير معاه، شرحت له وفهم كل شيء بسرعة، وريته الصور وفهم، وحسيت براحة كبيرة. وداخل العمليات الآن إن شاء الله، والستاف اللي معاه كان جدا لطيف، وساعدوني وجوا معايا المستشفى ولبسوني، وحسيت بأمان. أنصح كل بنت سعودية على طول لا تخاف ولا تتردد، وتيجي إن شاء الله مع الدكتور طارق زايد. أنا أمل اللي كلمتكم قبل ما أدخل العمليات. ما شاء الله تبارك الله، أنا طلعت من العمليات ما حسيت لا بدوخة لا بتعب لا باستفراغ ولا شيء. ياسمين معايا، الدكتور شافني، كنت في الإفاقة مرتاحة مبسوطة. أول مرة في حياتي أكون نفس هذا الإحساس، مو تعبانة مو طايحة ما فيها ولا شيء. والله يا بنات مو مجاملة، إنه أحسن تعامل راقي أنا شفته في حياتي. الدكتور والستاف اللي معاه يعني ينحطوا على الجرح يبرأ، ساعدوني. وأنا في المستشفى لي يعني ساعتين قايمة، ولا طايحة ولا مغمى علي ولا شيء، سليمة. وأنا اليوم عندي بعد 7 أيام من العملية، وشلت الجبيرة وشفت النتيجة جميلة جدا. الدكتور راقي، الممرضات اللي معاه راقيين. خلصت أموري وأنا كنت لوحدي في القاهرة بدون أي أحد. بصراحة ما حسيت لا بتعب لا بألم لا بخوف، كانت كل أموري ماشية الحمد لله، هذا بفضل من الله. أنا أنصح أي وحدة تستخير الله وتيجي تسوي العملية مع الدكتور. الأمور سهالات، ما في أي خوف ما في أي قلق. أنا وريته الشيء اللي أنا أبغاه بالضبط، وسوالي بالضبط نفس الشيء اللي أنا طلبته وأحلى. يعني لا بجرح لا بألم لا بمضاعفات لا بخوف. لا تسمعوا كلام السوشيال ميديا، تعالوا جربوا بنفسكم أفضل. وألف شكر للدكتور طارق زايد والتيم كله، الله يعطيهم ألف عافية.